السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. اليوم نتكلم على كيفية اتخاذ القرار. ليش هذا هم علم؟ طبعا علم كبير. هناك 13 طريقة لاتخاذ القرار. 13 نعم 13 طريقة. ليش احنا قد نحتاج ناخذ قرارات؟ احنا باليوم ناخذ قرارات كثيرة قد تكون بالعشرات، بس احنا ما نحس. اخذ قرار الساعة بيش اقعد، اخذ قرار شو اغسل وجهي، شنو اتريق، بيا طريق امشي، بشنو ملابس، بيا سيارة اطلع، بيا طريق كثير يعني. مشكلة اتخاذ القرار يصير عندك خيارات كثيرة. يعني اللي ما عنده خيار، انا لازم اطلع اداوم الساعة 8 ما عندي غير اروح بسيارتي بهذا الطريق، خلاص ما عندي. بس من يصير عندي اكثر من طريق، او عندي اروح اليوم لو ما اروح، عندي اكثر من عمل، اروح لهذا العمل لذاك العمل، لازم افصل. راح اتكلم على طريقتين باتخاذ القرار. اتخاذ القرار بالطريقه المنطقيه اللي هو انا اشوف شنو الخيارات اللي عندي، كل قرار به سلبيات وايجابيات، اشوف شنو السلبيات وشنو الايجابيات، وبعدين ادرس الحاله مالتي باتخاذ القرار شنو راح تتاتى بعدين من نتائج. ماكو قرار بيرفكت مضبوط 100%، كل شيء به سلبيات وايجابيات، ادرسه حتى يصير لي تجارب بالمستقبل حسب الامور والمعطيات المنطقيه، هاي زائد وناقص وكذا واضح. اكو طريقه ما يجوها بس القاده والناس العظام، يسمونها اتخاذ القرار بالحدث. بالحدث يعني تصل وتطلع قرار، لكنها مو هيش ظاهرها. حقيقتها انه انت نتيجه عندك كمبيوتر داخلي، نتيجه تجارب داخليه، واللي يسميها العقل فائق الوعي فوق العقل الروحاني، عقل فائق الوعي عنده تجارب كثيره بالحياه. اي قرار يجي ياخذ يدخله بعقله الفائق الوعي، ياخذ قرارات سريعه جدا اكثر من الكمبيوتر، ويقول له انت بهذا الطريق تمشي، وغالبا ما يكون هذا قراره صحيح. لذلك القاده العظام يشوفهم يقعدون الناس تصير فد مشكله، فد ازمات كبيره، الناس كلها تقول لهم فوت بهذا الطريق، هو يقول لهم لا فوت منه، دائما تطلع صحيحه، لانه عقله الباطن اشتغل بالتجارب الكبيره مالته، فوت بالطريق الصحيح. نجي كمثال يزيد بن ثبيط العبدي. هذا أخذ قرار جريء وسريع. هذا من أشراف الكوفة، من أحباب الإمام الحسين سلام الله، من أشراف البصرة، من أحباب الإمام الحسين. بعد ما اجتمعوا في بيت ماريا العبدية بالبصرة، اللي أصلها كان مسيحة أهلها، وطته فلوس، ومن أهم أنصار الحسين. قال لهم أنا كون أطلع هسه، أنا انتظر الحسين كون أطلع هسه، وأخذت القرار. ولا حد يقول لي ندرس ونتأخر، واللي راح ندرس الوقت والجهد والمال المحدودة عندنا، أنا ذني كلهن ما أريد، راح أطلع والتحق بالحسين مكة ألحق عليه. ولدي العشرة، عنده ولد 10، ما انتظركم، اللي جاي هسه يطلع، يا بنتظر خل ماكو هاي نسوي نشكل لجان ونناقش الموضوع. قال لهم لا، هذا الموضوع ما احتاج افكر به، الحدث مالتي حسين، بعد حسين مو راح تدفع ثمن هذا القرار مالتك بسايد افكت، اعراض جانبيه ومشاكل. قال له ايه اعراض جانبيه شنو؟ افقد حياتي، خل افقد حياتي اروح. فاجوا وياه اثنين من ولده عبد الله وعبيد الله، والتحق باطراف مكه مع الامام الحسين، وجاء الى كربلاء واستشهد ولده امامه، ثم استشهد هو يزيد العبدي وراح. هسه احنا قلنا كل حاله قرار نقيم نشوف العبدي هذا كان قراره صحيح لو لا. يعني هو لو ما ميت ومستشهد مع الحسين كان شلون يموت؟ يتاخر له في السنه سنتين؟ لا طبعا، كل اجل كتاب، خلص يموت بلحظه. بس كان عرفناه من هاي المليارات اللي ماتوا ودا يموتوا؟ لا ما ندري به. اخذ الشرف، ذول الشهداء الحسين اخذوا شرف الدنيا نفوت عليهم احنا. انا اول ما ازور الاصحاب، لانه ما اقدر ازور الحسين راسا للشرف العالي، افوت للاصحاب. يعني هاي بالدعاء اللي نقولهم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، نفوز فوزا عظيما. شلون؟ فوز بالدنيا تخلدوا وكتبوا اسمهم بالتاريخ، وبالاخره اعظم الشهاده شهاده الامام الحسين سلام الله عليه. فبالتقييم اتخاذ القرار كان اتخاذ القرار الصائب. واللي تلكوا بعده ايش قد بقوا بالبصره؟ كم ألف، كم 10,000، من يعرفهم بالتاريخ؟ من يدري بهم؟ يقينا حتى المؤمن ما لهم مستحيل يوصل ذره من الوصاله العبدي، لان اتخذ القرار الصحيح بطريقه حدث. هاي القرارات احنا دا ناخذها. نقول احنا ما عشنا كربلاء، اقول لكم لا، كربلاء مستمره، والقرار مال العبدي مستمر. لانه انت تتخذ قرارك مع الحسين او مع يزيد، انت تختار بين الحق والباطل، ما حد راح يجبرك، لكن راح تتامل وراح تتحمل بعد التامل هذا المسؤوليه
في الدنيا والآخرة. القرار لكم. السلام عليكم.